السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في سؤال دايما يتكرر من ناس كتير: ليه دايما بلاقي نفسي بنجذب للشخص الغلط؟ هل هو انا حظي وحش ولا في اسباب اعمق من كده؟ النهاردة هنجاوب من منظور علم النفس، وهنفهم ايه اللي بيخلينا نكرر نفس الاختيارات وازاي نكسر الدايرة دي. انا كوتش خلود، كاتبة ولايف كوتش، وفي القناة دي بنتكلم عن العلاقات وتطور الذات وازاي نحمي نفسنا ونعيش بوعي اكبر. ولو عايزين تبدأوا معايا رحلة التغيير يبقى هو ده مكانك. الأنماط اللي اتعلمناها من الطفولة، علم النفس بيقول ان اول علاقة في حياتنا مع الاهل بتسيب بصمة عميقة. لو الطفل كبر في بيت فيه إهمال عاطفي أو حب مشروط، بيتعود يربط الحب بالألم. بمعنى، علشان أبسط المعلومة، لما بقول لابني انت لو نجحت بعمله كويس وبحبه قوي وبجيب له الهدايا واقعد احضن وابوس فيه، لكن لو سقط بخصمه وبتجنبه وما ببصش في وشه، ده اسمه حب مشروط. انا بحبك لو انت ناجح بس، او لو كسبت في البطولة الفلانية، او لو عملت كذا. لا، انا لازم اوصل لابني انا بحبك في كل الاحوال، انا بحبك، انت ناجح فاشل انا بحبك، نفسي تبقى ناجح علشان انا بحبك، بس مش معناها انك لو فشلت انا هكرهك. انتوا فاهميني؟ لما بيكبر بشكل لا واعي، لما بربط الحب بالألم أو بديله حب مشروط، لما بيكبر بشكل لا واعي بينجذب لنفس النوع من العلاقات، لأنه بيبقى هو ده النوع اللي اتربى عليه، نوع مألوف بالنسبة له حتى لو علاقة مؤذية. دي بيبقى اسمها نظرية التعلق. تاني حاجة، الجاذبية للمألوف مش للمناسب. يعني ايه؟ المخ دايما بيدور على اللي متعود عليه، على اللي مر عليه قبل كده، حتى لو المألوف ده مؤلم على فكرة، بس هو متعود عليه، بيحس انه طبيعي. زي ناس كتيرة على فكرة، في حالات كتيرة جات لي ستات بتعاني من عنف منزلي، لما قعدت مع ازواجهم بيقولوا لي عادي، ما احنا ابونا كان بيعمل كده في امهاتنا، واخدين الموضوع ده عادي، مش شايفه انه نقص او قله رجوله انك تمسك مراتك تضربها. يعني دي حاجه انا وغيري شايفينها حاجه عيب جدا، دي منتهى قله الرجوله خالص. هم شايفينها عادي لانهم اتربوا عليها، شايفينها قدامهم. عشان كده ممكن تلاقوا نفسكم بترتاحوا مع شخص متلاعب او بارد، لانكم متعودين على النمط ده، شفتوه قبل كده فاخدين عليه. تالت حاجة، نقص الوعي بالذات. لما ما نكونش فاهمين احتياجاتنا وحدودنا، بنسمح للآخرين بأنهم يتجاوزوا حدودهم معانا، فبنبص للشخص الغلط كأنه الحب الحقيقي، مع أنه في الحقيقة بيعكس جروحنا مش رغباتنا. يعني لما بيجي لنا واحد بيحسسني بالحب وقد ايه، ممكن ما يكونش هو ده الشخص اللي عاجبني، it's not my type زي ما بيقولوا بالانجليزي، بس انا حبيته علشان خاطر حسيت ان هو بيحبني، وانا ما اتحبتش، او انا ما شفتش نفسي ان انا استاهل ان انا اتحب. بيبقى عندي ضعف في وعي بذاتي او قله تقدير بذاتي. فلما بيجي شخص مش مناسب ويحسسني ان هو مهتم او بيحبني او بيعمل لي جاز لايتنج، احس ان انا اتعلقت بيه. هو ده مش حب على فكره، هو ده بس شخص حسيت فيه ايه، انه عالج نقص جوايا، حسسني بالحب اللي انا مش حاساه. رابع حاجة، الكيمياء النفسية أو البيولوجية. أحيانا بننجذب للشخص الغلط لأن المخ بيربط العلاقة بين المتعة والتوتر، زي إدمان بالظبط. يعني خلطة هرمونات، دوبامين، كورتيزول، يخلي الشخص المؤذي يبان انه اكثر جاذبية من الشخص المستقل. زي الباد بوي، يقول انت بتحب الباد بوي ولا الجود بوي؟ بنات كتيرة تقول تحب الباد بوي. لا، على فكرة انت مشكلة، انت عندك خلل يا حبيبتي، انت محتاجة تظبطي شوية افكار. اوكي، لو الباد بوي اللي هو اللي بيسيبها وتتصل بيه ما يردش وما يسألش فيها ومش عارفة ايه، لا، المفهوم كده غلط. ده بيعمل في حاجة اسمها رابط الصدمة. رابط الصدمة ان يخليها ups and down، يعني شوية فوق وشوية تحت زي ما بنقول. شوية بيديها حب وعاطفة كتير، وشوية من غير سبب تلاقيه اختفى، تلاقيه بقى
مش موجود، ما بيردش على التليفونات، زعلان منها بدون سبب، صمت عقابي، اسابيع، الحاجات دي. بيعمل حاجه اسمها رابط الصدمه، بيعلقك بيه او بيعلقك بيه من غير ما تبقي فاهمه ليه. خلاص، ده بالنسبه لكم ده يبان اكتر انه شخص مثير اكتر، مع انه مؤذي، بس يبان انه اكتر اثاره واكثر جاذبيه. اوكي. النقطه الخامسه، الاعتقاد اننا نقدر نغير الاخر. الاعتقاد ده يا جماعه ضيع اجيال. انا هاخده وهغيره، لا معايا هيتغير للاحسن، لا مفيش حد بيتغير، ولو حد اتغير هيتغير للاسوأ. الاعتياد اللي بيبقى في العلاقه بعدين بيخلي الواحد يظهر على طبيعته اكتر، بيخلي الهيبه والرهبه والسسبنس اللي احنا بنبقى منتظرينهم يختفوا، فبيظهروا على طبيعتهم اكتر، فبيبقى التغيير للاسوأ. فاهمين قصدي؟ كتير مننا بينجذب للشخص الغلط لاني عنده امل انا هغيره، انا اللي هطلع احسن ما فيه. لكن الحقيقه التغيير ده قرار شخصي. انا لو قررت اتغير يبقى انا اللي هتغير، لو انا يعني القرار يبقى نابع من جوايا. لكن يجي حد هيغيرني، مش هيحصل. انا هاخد فلان وهغيره، مش هيحصل. لو حصل تغيير يا اما نابع من جواه هو عشان عايز يتغير، يا اما مستحيل حد يتغير عشان خاطر حد. مستحيل، بيبقى صعب جدا لو حد يغير حد تاني. بالعكس زي ما قلت لكم في الاول، يعني واحد بيبقى هيموت على واحدة وبيتغير وبيحسن من نفسه وبيدور على وظيفة، ولما يتجوزها بعد ما بيروح الانبهار ده، لا بيرجع للأصل اللي هو كان عليه أصلا، لا بيرجع لطبيعته. فما تاخدوش حد على أساس ان انا بعدين هبقى اغيره ان شاء الله، لا مفيش حاجة اسمها كده. النقطة السادسة، ازاي نكسر الدايرة دي اللي احنا بنبقى جواها، نطلع من شخص توكسيك ندخل في شخص توكسيك. اول حاجة نبدأ بالوعي. اسألوا نفسكم، انا ليه بنجذب للشخص ده بالتحديد؟ حددوا انماط الماضي اللي بتتكرر معاكم، حاولوا تفهموها. خلاص، حطوا حدود واضحة، ايه اللي ممكن اقبله وايه اللي ارفضه. اشتغلوا على حب الذات يا جماعة. ما بقولكوش تبقوا انانيين، بس ادوا نفسكم تقديرها، ما تجوش على نفسكم بشكل مجحف، حرام. الشخص الصح مش هيجي غير لما تكونوا شايفين قيمتكم صح، شايفين نفسكم انكم تستاهلوا حد كويس. في النهاية عايزة اقول الانجذاب للشخص الغلط مش حظ وحش، لكنه نتيجة انماط نفسية عميقة. لما نفهم نفسنا اكتر نقدر نكسر الدايرة ونختار بعقل ووعي. قولولي في الكومنتات ايه السبب اللي حسيتوا انه بيفسر اكتر اختياراتكم الغلط في العلاقات. ولو عايزين تكملوا رحلة خطوة جديدة اشتركوا معايا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الحلقات الجاية. خلاص تمام، يلا احلى سلام.